يلا بسرعة تعالي معايا بقى وشوفي الفيديو ده والحقي موسم الطماطم، وشوفي الطماطم الجميلة اللي موجودة في السوق. أحلى وقت تعملي فيه صلصة طماطم ومعجون طماطم يعيش معاكي من السنة للسنة. الطماطم في السوق حلوة وجميلة، وهي دي اللي تقعد معاكي وترمي معاكي كمية كبيرة، لأن الطماطم النوع ده اللي موجود في الوقت ده كلها لحم وناشفة وطازة وبتلمع وفي منتهى الجمال. هتدي معاكي ميه قليله وبذر قليل قوي. شايفه الطماطم عامله ازاي؟ لازم لما تجيبي طماطم تخزنيها من السنه للسنه. تجيبي طماطم جامده وناشفه، ما تجيبيش طماطم مستويه او شبه بايظه وتقولي عايزه تعيش معايا من السنه للسنه، طبعا هتبوظ منك مع الوقت. هتجيبي الطماطم هتغسليها كويس وحطيها في حله، وخلي النار بتاعتك هاديه وسيبيها تستوي لحد ما تستوي معاكي خالص، وتغطي الحله. هتبصي تلاقيها استوت خالص. شايفة دول الكمية دي 6 كيلو طماطم. طلعت معايا حوالي كوباية أو كوباية إلا ربع من المية. بعد ما تصفيها من المية كويس، اضربيها بقى في الخلاط بتاعك. لو هتضربي في الخلاط تسيبيها تهدى شوية واضربي في الخلاط. لو هتشتغلي كده بالهاند بلندر زي هتشتغلي على طول. إيه، الطماطم دي هتديكي فعلا طماطم من السنة للسنة. معجون طماطم او صلصة طماطم تخزنيها من السنة للسنة. مش هتحتاجي لا فريزر ولا التلاجة ولا اي حاجة، هتحطيها عندك في المطبخ وتحتفظي بيها سنة كاملة. وبجد امشي على الخطوات وجربي وهتعجبك قوي. بعد كده بعد ما ضربناها صفيناها. شايفة هما معلقتين بس من التفل اللي طلعوا معايا من ال6 كيلو. وشايفة الصلصة طالعة تخينة وتقيلة ازاي. هتضيفي عليها معلقتين كبار من السكر عشان مادة الحفظ والحموضة، ونص معلقة صغيرة من ملح الليمون، برضو بيساعد على الحفظ وتديني مزازة للطماطم بتاعتي. هغطي الغطا بتاعي واسيب حتة بس كده مكشوفة زي ما انا مورياكي، ونرجعها تاني على النار. ولازم تعملي الحركة دي. الحتة المفتوحة دي هتطلع لي البخار بتاع الصلصة وتخليها تتصلص، وفي نفس الوقت هتحمي مطبخك وتحمي نفسك من ان الصلصة تطرطش وتبهدلك الدنيا في المطبخ. فلازم تعملي حركة الغطا ده. هتسيبيها حوالي من ساعة لساعة ونص، نارك هادية جدا زي شمعة الفول كده، وتسيبيها تتصلص وتروحي وتيجي عليها كل ربع ساعة تديها تقليبة. أول ما تلاقيها عملت معجون زي ما عملت معايا اهي وبتفرقي ما فيش أي نقطة مية فيها، اعرفي كده إن المعجون بتاعك اتعمل. ده معجون الطماطم او معجون صلصة الطماطم اللي يعيش معاكي من السنة للسنة، اللي بدل ما تروحي تشتري برطمان بتاعه بالشيء الفلاني بيوصل دلوقتي 100 جنيه و85 جنيه على حسب النوع. لا، انا ال6 كيلو طلعوا لي 3 كيلو، كل برطمان من دول عامل كيلو ونص. وهنحفظها من السنة للسنة وتستخدميها بقى في كل حاجة عندك. وتضيفي عليها بعد ما تملي البطرمان بتاعك، طبعا يكون مغلي كويس البطرمان ومنشفاه ومعقماه كويس، وتنزلي عليه المعجون بتاعك وتضيفي عليهم من فوق معلقتين 3 من الزيت عشان الزيت مادة حفظ، وتكتمي البطرمان بتاعك كويس وتغطيه. ما تنسيش اللايك والشير.